بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أفكار وأكلات لولو. يا رب تكونوا بخير. صباح الفل عليكم. احنا قمنا من النوم لقينا الجو عامل كده يا جماعة، كأننا في عز الشتاء مش في شهر 6 ولا حاجة. سبحان الله، سبحان مغير الأحوال، سبحان مغير الأحوال يا رب، سبحان الله. اللهم صيبا نافعا. بصوا الدنيا عمالة بتشتي ورعد وبرق بقى، أصوات مش عايزة أقول لكم. كنت نشرة غسيل رحت حاطة عليه المشمع كده. بصوا المشمع غرقان مية ازاي. الدنيا عمالة بتشتي في اسكندرية ورعد وبرق. قمنا من النوم على الرعد والبرق ده يا حبايبي. الجو حر جدا، احنا كلنا مصيفين والشقق حر جدا، وبره الدنيا بتشتي وبترعد وتبرق. احنا عمرنا ما شفنا الجو ده في الوقت ده في مصر يعني، وفي اسكندرية بالخصوص. بس كله خير من عند ربنا. اللهم صيبا نافعا يا رب، اللهم صيبا نافعا. سامعين صوت الشتاء؟ صوت الشتاء رهيب. اللهم صيبا نافعا يا رب، اللهم صيبا نافعا يا رب، اللهم صيبا نافعا يا رب. يا رب ادينا خيرها وكفينا شرها يا رب، يا رب ادينا خيرها وكفينا شرها يا رب، يا رب يا رب. ربنا يصلح احوالنا واحوالكم جميعا، ويصلح الحل. الجو احنا مش متعودين على الجو ده في الوقت ده من السنة، بس يفعل الله ما يريد يا حبايبي. انا قلت بس ايه، اصبع عليكم من بلكونتي كده واوريكم الجو في اسكندرية عامل ازاي، والدنيا عاملة ايه معانا. سامعين؟ سامعين صوت الرعد؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. الجو انا مش انا متلخبطه والله العظيم. يعني انا قمت من النوم لقيت الارض مبلوله كده شويه، فقلت ايه ده يعني. ما جاش في بالي خالص ان الدنيا بتشتي. بعد شويه لقيت الجو عامل كده، قلت سبحان الله. يعني بقيت مستغربه جدا ومتلخبطه، عماله اقول للعيال ايه تلبسوا جواكت احسن الدنيا بتشتي. العيال قعدوا يضحكوا عليا ماما مش انتي خلاص خزنتي الشتوي يا ماما ولابسين صيفي؟ قلت لهم ما هي بتشتي ممكن تبلكم، انتوا فاهمين الباب. فالعيال قعدوا يضحكوا عليا العيال كمان مش مصدقه ان الدنيا بتشتي في عز الصيف ده. كانوا عمالين العيال من ساعه ما خدوا الاجازه يخططوا ايه، عايزين نروح البحر، عايزين نروح النزهه اللي هي حديقه الحيوان عندنا في اسكندريه. ومش يعني الصيف بقى صيف، انتوا فاهمين. فالعيال عايزه تتفسح، مش متخيله خالص ولا مدركه العيال ان الجو هيقلب كده. يعني خلاص بقى مفيش فسح بقى ولا في اي حاجه، جو شتوي بقى. ايه رايكم نعملوا شوربه عدس ولا نطلعوا الشتوي تاني، ولا نرجعوا نعملوا سحلب بقى وكاكاو؟ مش عارفه الصراحه ايه الجو ده يا جدعان انا متلخبطه والله العظيم متلخبطه. بس زي ما قلت لكم كله خير من عند ربنا. انا بس ايه قلت اصبح عليكم البلكونه الصبح واوريكم جو اسكندريه واحنا عاملين ايه في اسكندريه. وقولوا لنا لو انتوا في باقي المحافظات عندكم شتا كده، قولوا لنا وطمنونا عليكم يعني. بصوا المشمع غرق ميه يا حبايبي. بصوا يعني انا ايه في الصيف ببيت الغسيل في البلكونه، غير في الشتاء ما ببيتوش عشان ببقى عارفه ان الدنيا ممكن تشتي بالليل وتبهدله. غير في الصيف انا منشراه ومش عاطيه اخوانا، انتوا فاهمين يعني. عادي ان الدنيا مش ممكن تشتي يعني، استحاله. مع ان مفيش حاجه يعني بعيده عن ربنا الحمد لله، بس مش متوقعين بس ان الدنيا تشتي في شهر 6. مش عارفه، هما كانوا بيقولوا دايما في الدول الاوروبيه وامريكا والحتت دي ان هما بيشوفوا الاربع فصول في يوم واحد. واحنا بقى يعني كعرب ومصريين وكده كنا طول يعني الصيف عندنا صيف والشتاء عندنا شتاء، انتوا فاهمين. ان الجو يتلخبط ونبقوا زيهم كده. عندنا الاربع فصول دي غريبه قوي الصراحه وانا كمان اللي مخلياني متلخبطه مش عارفه اتصرف ازاي مع الولاد. ارجع البسهم شتوي تاني طيب، مع ان الجو حر جدا. يعني مش عايزه اقول لكم انا عندي شقه جوه سخنه جدا والله، بس الحمد لله الحمد لله. اللهم صيبا نافعا يا رب، اللهم صيبا نافعا. ربنا يدينا خيرها ويكفينا شرها يا رب، اللهم صيبا نافعا. ربنا يصلح لنا وليكم الاحوال، وصباحكم زي الفل. انا بس ايه مش عايزه اعمل معاكم حاجه النهارده ولا روتين ولا حاجه، انا كسلانه جدا ومش هعمل حاجه تقريبا في البيت، واعمل اكل خفيف كده. بس انا قلت ايه اتكلم معاكم شويه من قدام البلكونه واوريكم جو اسكندريه واصبح عليكم بالمره. يلا صبحوا عليا في التعليقات بقى، واكتبوا لي الجو عامل عندكم في المحافظات التانية. وبالله عليكي بالله عليكي، انا عارفه ان انا يعني ما فيهوش افاده الفيديو ده، انا بوريكم بس الشتاء. بس بالله عليكي فرحيني وحطي لي لايك بس، واشتركي في القناه بالله عليكي، وفعلي الجرس عشان توصلي كل الاشعارات الجديده. سلام عليكم.